ازيكم عاملين ايه؟ هنتكلم النهارده عن مرحله مهمه جدا، وهي اسمها مرحله التسنين المختلطه. المرحله دي بيكون فيها السنان اللبنيه والسنان الدايمه موجودين في الفم. هيكون الطفل من سن 6 سنين لحد سن 12 سنه. الفتره دي بيكون الاسنان اللبنيه بتبدل مع الاسنان الدايمه في الظهور. المرحله دي بقى فيها حاجه مهمه جدا. شكوى جات لي من كل الامهات بتقول ان ابنها في المرحله دي او بنتها شكل بقه واسنانه كبيره جدا، وكمان يعني محتاج تقويم يا دكتوره. طب نعمل ايه؟ هقول لك دلوقتي، كملي معايا الفيديو للاخر وهتعرفي. لو اسنان طفلك كبيره او حاسه انه محتاج تقويم، اسمعي الفيديو ده مهم قوي عشانك. بصي يا ستي، لو انت شايفه ان ابنك او بنتك اسنانه كبيره وعنده من 8 ل 10 سنين، المرحله دي طبيعيه جدا واسمها الاجلي داكلينج ستيج. يعني المرحله اللي بيكون فيها المنظر مش احسن حاجه، فالمرحله دي بتصحح نفسها بنفسها. لو الطفل ما عندوش مشاكل تانية، سيبي الاسنان، ما تعمليش تقويم، لان مع الوقت الاسنان هتاخد شكلها الطبيعي. السبب اللي بيخلي الاسنان كبيره في المرحله دي هو ان الفتره دي بتكون في عمليه تسنين مختلطه. يعني انه في اسنان لبنيه حجمها صغير، والاسنان الدايمه حجمها بيكون كبير، فبالمقارنه بيبان ان الاسنان الدايمه شكلها كبير وشكلها وحش. تاني حاجه، بيكون السنتين القواطع اللي قدام مفتوحين كده عن بعض، وفي بينهم مسافه وشكلهم معوج. المرحله دي مع الوقت باقي السنان هتطلع، ومع الوقت الاسنان هتاخد شكلها الطبيعي. فنتابع مع الطفل، لو الاسنان ما خدتش الشكل الطبيعي لحد سن 10 سنين نبدا ندور ونفكر، لكن قبل كده دي مرحله تسنين عاديه. طيب، حاجه تانية جات لنا من بعض الامهات بتقول ان السنه القواطع برضو تحت عند الطفل طالعه قوي يا دكتور لجوه، ورا الصف بتاع الاسنان. السنه طبيعي ان السنه لو السنه اللبنيه ما بدلتش او لسه موجوده في مكانها وبتتلخلخ، السنه الدايمه ممكن تطلع في مكان بعيد عن مكانها الطبيعي. ففي الحاله دي نعمل ايه؟ ما نعملش اي حاجه، نسيب السنه اللي سنها يزقها في المكان الطبيعي بتاعها ونتابع فقط.